طبعا انا ام جنى. لو انت لسه بتشوفي القناه، اتمنى منك لو عجبتك تشتركي فيها وفعل الجرس على الكل عشان كل ما انزل وصفه جديده توصلك. واعملوا لي لايك يا بنات، والله اللايك مش بفلوس، بس اللايك عشان يرفع لي الفيديوهات شويه. يلا كده نبدأ على بركة الله. انا جايبة معايا الصبار. طبعا دي مش اول مرحلة، انا في يعني عملت خطوات قبل كده وهشرحها لك، بس انا اسفة ان انا ده رابع مرة ادمج الصوت ويتحذف. بص يا بنات، انا جبت كده الصبار. هي شوية مسودة عندي لان هي بقالها فترة عندي وكانت مركونة. بص طبعا انا غسلتها ولازم تنشفيها كويس جدا، وهشيل اي حاجه فيها غامقه، وابدا ان انا هقطعها كده معايا نصين عشان اقدر اتملك فيها وانا بخرج منها يعني وانا بضربها في الخلاط وكده تبقى حتت صغيره. لازم تكون معاك قطع صغيره. فقشري كده اي حاجه عندك مش لطيفه، وابدأي ان انت كده ايه قطعيها نصين، وقطعي الشوك اللي في الجناب دوت، وقطعي حتت ايه صغيره معاكي كده. بصوا يا بنات، الزيت ده فايدته ايه؟ لو انت شعرك مجعد او يعني خشن شويه، او مش مفرود او بيتساقط. طبعا المشكله دي عند اغلبيه الستات والبنات بيعانوا منها، مشكله تساقط الشعر. بس طبعا اهم حاجة في ده كله النفسية. لازم نفسيتك تكون متظبطة، لان النفسية بتأثر على البشرة وبتأثر على الشعر. عشان الوصفة تعمل معاكي يعني مفعول، فلازم نفسيتك طبعا تبقى هادية وكويسة. يلا حبايبي كده، طبعا انا هقطع معايا كل الكمية عشان اوريكم هضيف ايه تاني على الصبار ده. بصوا يا بنات، انا مش هاخد الجل اللي جوه، يعني في ناس بتاخد الجل اللي جوه، لا انا هاخد الجل مع القشرة الخارجية. اللي زيت الصبار نفسه موجود في القشرة الخارجية دي، اهم من الجل نفسه. تمام كده، ابدأي قطعهولي بقى قطع صغيرة، وخلي بالك على ايديكي من الشوك دوت. ويا حبايبي بصوا امشوا معايا خطوة بخطوة عشان تعرفي يعني تستعملي ازاي وتستخرجي ازاي، لان هو بجد في حاجات مهمة قوي هوضحها لكم في الفيديو. طبعا الزيت ده بيستعمل ازاي؟ الزيت ده بيستعمل بطريقتين، يا اما تستعمليه كدهان زي اي دهان، بس طبعا دوت افضل بكتير لان ده زيت طبيعي، مش زي الزيت اللي بره ده بيبقى ازازه كبيره كده. هتشوفي دلوقتي انا مش هطلع معاكي كميه، ازازه كبيره يعني بيبقى في عليها اضافات، انما دي حاجه بيور الزيت الصبار. فبجد حاجه وهم للشعر. لو انت عندك مشكله في الشعر، والله بعد الوصفه دي هتدعيلي. لا اما تستعمليه دهان عادي بشكل يومي، لا اما تعملي حمام زيت، وانا بنصحك تعملي حمام زيت. هتعملي حمام زيت ازاي؟ هيبقى الزيت ده دافي، تحطيه على شعرك وهتخليه لمدة ساعة، وبعد كده هتغسليه. بجد من اول مرة لو انت شعرك يعني في تجعيدة كده، لا هتلاقي تنفرد معاكي. ويا بنات، والتقصف مرة على مرة، طبعا الحاجة دي مش سحر، مرة على مرة لازم تستمري عشان التساقط ده يمنع معاكي تماما. اقل حاجة عشان التساقط يمنع من شهر ل3 شهور. طبعا هي الوصفة مش صعبة، يعني ممكن كل ما يخلص اعمليها. هبدأ ان انا احط نص كوباية الزيت. لو انت عايزة كمية زيت معاكي حطي كوباية كاملة، انا عايزة يعني خام الزيت. فانا حطيت نص كوباية زيت، وضربت الصبار كويس جدا كذا مرة، لان انا زي ما انتم شايفين كده لونه بقى ابيض. لازم تطحنيه جامد عشان لما تيجي تستخرجي منه الزيت. اهو يا حبايبي كده طحنته تقريبا 4 مرات في الخلاط بس. وهتحضري معاكي بولة او حلة، اي حاجة ان انت تبدأي منها ايه تصفي الزيت ده. ده طبعا كنز مش هنسيب فيه ولا فتفوتة، هننزل فيه كل حاجة. الزيت غالي والصبار مهم ونزلي بقى كل حاجة على قد ما تقدري كده، يعني ايه، نزلي كل حاجة في الخلاط. معلش انا مش هطول عليكم قوي، بس انا بوريكي مرحلة مرحلة عشان ما تغلطيش في حاجة والحاجة حرام غالية وتترمي. هي طبعا مش هتبقى مكلفة زي ما هتشتري الزيوت دي من بره، يعني فاهميني؟ يعني الصبارة دي يعني مش غالية، وهي نص كوباية الزيت او كوباية الزيت اللي انت هتستعمليها. اه يا بنات، انا مش عارفة انا قلتلكوا ولا لا يا بنات، الزيت ده زيت نباتي، اللي هو زيت ذرة، زيت عافية او زيت كريستال، اي نوع زيت ذرة عندك. تمام. بصوا لو انت حابة تستبدلي بزيت زيتون، بس بصراحة زيت الزيتون لو انت شعرك مثلا بني او كده، ده زيت الزيتون بيغمق. وزيت عافية ده مفيد جدا، قصدي زيت الذرة ده مفيد جدا للشعر. فانت دلوقتي كده جيت على نار هاديه، هو ده المكون الغريب اللي انت هتستغربي له زي ام جنى زيت نباتي على الشعر. لا جربيه، بس اهم حاجه الزيت ما يبقاش ليه ريحه معاكي،
عشان تطلع معاكي النتيجة بإذن الله حلوة. ولو حابة بعد ما نخلص الزيت ده تحطي له زيت عطري، انا مش هحط له. بص حبايبي كده على نار هاديه وهبدا اقلب. طبعا شايفين ما شاء الله اللون تحفه، لون الخضار ده حلو جدا. بصوا يعني طول ما انت حطاه على النار هيبدا يعني درجات الزيت دي معاكي اللون الفاتح ده هيغمق. يعني هو كده لسه في بدايه مرحلته. طبعا انا هقفل وهوريكي في المرحله التانية وصل لايه. بص يا حبايبي طبعا كده ولسه بدأ هو الزيت يعني ايه يغلي معايا وينطر الزيت عن الجل. فانا عايزاه يفصل معايا تماما، لان الميه دي هي اللي هتبوظ لي الزيت. فلازم ما يبقاش عليه رغاوي خالص ولا كده، لازم يبقى الزيت نقي معاكي بيور خالص كده ويبقى شفاف. يعني انا مش عايزه التفل ده تماما، انا عايزه الزيت بس. هتشوفي بقى لون الزيت الجميل ولون الخضار، زيت اصلي يعني حاجه كده خام. والله يا بنات ده كده رابع مرة اسجل الصوت، فيا رب يتسجل، يا رب يا رب يثبت على الفيديو. اهو يا حبايبي كده، معلش انا بوريكم بس عشان خاطر تعرفوا ازاي ايه تفصلوا الزيت عن الصبار. واهم حاجة تقليب مستمر عشان ما يتحرقش، وعلى نار هادية. يعني اصبري كده على الايه وانتي واقفة قصاد زيت الصبار ده عشان يطلع معاكي حاجة كويسة ومفيدة بإذن الله. يا رب كده اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب قناتي تعجبكم. وخلاص احنا كده قربنا نخلص. بص يا حبايبي كده بدأ الزيت اهو يفصل، بس انا مش عايزة فيه اي شوائب، انا عايزة زيت بس. اهو كده. اهم حاجة ما تبقيش شايفة فيه رغاوي على الوش. تمام. بس كده اهو شايفين الزيت بدأ اللي هو التفل ده يغمق وينزل تحت، والزيت هو اللي يبقى على الوش. بس هروح بقى اجيب مصفى واجيب حاجه ان انا افضي فيها الزيت. يا بنات ما تصفيش الزيت، يعني مش بالمعلقه وتفضلي تصفي، لا، لازم ان انت الزيت ده يبقى من غير تصفيه عشان ما ينزلش فيه ميه، وتبداي ان انت تحاولي تاني بخار الميه دي. استعملي الزيت ده باذن الله، باذن الله هيعجبك جدا وهتدعي لي. وما تنسيش بالله عليكي تعملي لي لايك. ويلا كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وباي باي، وتفضلوا شاي معانا. باي باي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايبه لكم طريقه السبانخ لو انت عايزه تفرديها باحلى طريقه. اول حاجه طبعا هتجيبي السبانخ وتغسليها كويس وتخرطيها زي ما انت شايفه كده. وبعد كده بس قبلها اي حاجه اتمنى نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وبعد كده هتخرطي بصلايه وهتحطي اي ماده دهنيه، تحطي سمنه او زيت. انا حطيت هنا سمنه وهشوح البصلايه كويس. وبعد كده هروح نازله عليها بالسبانخ. طبعا السبانخ هتقل خالص معاكي. انا كده شوفي الكميه اللي انت حباها. انا كده جايبه ربطتين عشان اوريكم، وحاطه لهم كزبره. بس كده البصلايه هتصفر، وبعد كده اروح نازله عليها بالسبانخ زي ما انتم شايفين. اتمنى ان انت لو لسه بتشوفي القناه تشتركي فيها وفعلي الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك باذن الله. واعملوا لايك يا حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين. بصوا يا حبايبي كده انا نزلت اهو بالسبانخ. بصوا كميه السبانخ هتلاقيها بتقل معاكي خالص وهتنزل ميتها. انت هتفضلي يعني هتسيبيها كده مع نفسها لغايه لما السبانخ تقل وتنزل ميتها وتشربها تاني عشان تبقى معاكي زي الفريش بالظبط زي الطازه. ودي احلى طريقه لو انت عايزه تشيلي بقى السبانخ. طبعا انا مش بخزنها، انا بجهز كده عندي ايه عشان لو استعملها. احنا مش ملناش فيها قوي يعني، بس انا حبيت اوريكي طريقتها لو انت حابه تخزنيها. اهو يا حبايبي كده هتلاقوها ايه يعني كل ما تقل معاكي هتزودي بقيه كميه السبانخ. انا بص هتلاقي نزلت ميتها زي ما انتم شايفين. لازم تصبري عليها لغايه لما هتشرب ميتها تاني. بس كده